السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. غدا وبإذن الله تتجه أنظار كل عشاق كرة القدم إلى دولة الإمارات، وتحديدا في مدينة العين وأبو ظبي. ففي 5 مساء يلتقي النادي الأهلي مع نادي سيراميكا. دعواتنا بالتوفيق للواد ابن ماهر علي ماهر، إن ربنا يكرمه ويوفقه ويوفق ناديه في الصعود إلى المرحلة النهائية. ده مجرد أمنية لكل جماهير نادي الزمالك، مش عشان خاطر خايفين نقابل الأهلي ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال ده، ولكن لكسر شوكتهم. وطبعا وجود الواد الجعان معاهم دوت بإذن الله كفيل بإن هو يحطم كل الأمال اللي هم بيعقدوا عليها العزم. أما في مباراة الساعة 7:30 مساء تتجه كل قلوب الزملكاوية إلى مباراتنا مع نادي بيراميدز. والزمالك طبعا بإذن الله كعبه عالي دائما على نادي بيراميدز. ثقة كبيرة من اللاعبين في إذن الله إن احنا نتخطى بيراميدز ونصعد إلى النهائي بإذن الله. إيه اللي بيدور خلال هذه المرحلة من أحداث؟ تعالوا نقول لكم إيه اللي بيجرى وإيه الأسرار اللي موجودة والكواليس اللي موجودة داخل نادينا الحبيب النادي الملكي نادي الزمالك. أحبائي عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، أهلا ومرحبا بكم. ومعاكم حسين خضر وحلقة جديدة بقناتكم حائط صد زملكاوي. اللي معانا النهاردة من خلال عناويننا اليوم: الزمالك جاهز للتحدي، وحل أزمة القيد رسميا، وحملة فتح مدرب الزمالك، وانهيار تام في ألعاب الصالات، وشرط فيريرا، وحفظ شكوى نادي الزمالك. كلها أمور إن شاء الله سوف نتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله، بس رجاء من حضراتكم دائما دعم القناة باللايك والشير، مهم جدا جدا صوتي يوصل لأكبر قدر من الناس. كمان الإخوة المحترمين الأفاضل اللي بيشرفوني لأول مرة، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وطبعا تعليقاتكم شيء مهم جدا جدا ويسعدني. نروح مباشرة إلى جزئيات هذا العنوان. وفي المقدمة أخبار نادي الزمالك وإيه اللي هيحصل وإيه اللي هيجرى في مباراة الغد بإذن الله. كان هناك مؤتمرا صحفيا للكابتن أحمد عبد الرؤوف، واللي يعني كان متكلم لبق، والراجل بيرد على كل الأمور بطلاقة، عنده يعني حس جامد في الإجابات بتاعته، عنده ثقة زائدة كمان في لاعبيه، عنده ثقة بإذن الله في الفوز بالمباراة. الراجل لا مش همه الغيابات اللي موجودة في نادي الزمالك، والراجل مصمم بإذن الله على العبور بنادي الزمالك إلى المباراة النهائية. لما سئل أحمد عبد الرؤوف عن كيفية تعويض بزيرة اللاعب الأهم في نادي الزمالك خلال هذه المرحلة، طبعا كان رده في منتهى الحكمة. قال له بكرة هتشوف في الملعب. الراجل واضح ان هو مرتب كل اموره، عامل حساباته على كل شيء، يعني متأكد بإذن الله من الفوز بالمباراة. كان معاه عمر جابر في ككابتن للفريق في المؤتمر الصحفي، برضو ردوده كانت منطقية تماما. وعندما سئل برضو أحمد عبد الرؤوف عن ناصر منسي، قال لك ده والله ده كان أمور، ما أنا جاي من أسبوع وفوجئت بأن أنا تغيير الكارير بتاعه، بقيت مدير فني، ما والله ما أدري هذا الموضوع فأنا فوجئت زيكم بأن أنا أصبحت المدير الفني لنادي الزمالك. القائمة محطوطة من البداية، وطبعا عشان خاطر التأشيرات وما إلى ذلك. عموما ما هيش مشكلة خالص. إن شاء الله الخير قادم لنادي الزمالك بإذن الله. سئل عمر جابر عن المستحقات وتأثيرها. طبعا سؤال غريب وعجيب وبايخ ورزل.
احنا دلوقتي بتسأل، انت مؤتمر صحفي للمباراة، كيف لك ان تسأل في هذه الامور الشخصية الخاصة باللاعبين؟ الراجل يعني احنا كلنا على قلب رجل واحد، نحقق الهدف اللي احنا جايين عشانه، عشان نبقى بإذن الله في النهائي، وبإذن الله يكون كأس السوبر من نصيب نادي الزمالك. من خلال التدريبات لنادي الزمالك الكل مصمم على الفوز، شفنا جزء كبير من تدريبات نادي الزمالك، حقيقة اللاعبين على قدم وساق شغالين. حتى اخوان بزيرة أدي تدريبات مع نادي الزمالك. هل هي خدعة؟ هل هي الإصابة خفيفة؟ نتمنى ونرى بزيرة في المباراة غدا بإذن الله. هي تعتبر مفاجأة كبيرة جدا لعشاق نادي الزمالك. الراجل بيأدي تدريبات بالاستك كده بين رجليه وشكله حالته حلوة يعني. إنما طبعا لا نجازف بمثل هذا اللاعب، مجازفة غير محسوبة. إذا كان هناك أي شك في وجود شد أو حاجة خفيفة، برضو يعني المفروض نصبر على اللاعب، وإن شاء الله يبقى معانا في المباراة النهائية بإذن الله، واللي هنلعب عليها على الفوز بالسوبر إن شاء الله. بخصوص محمد صبحي جاهز تماما للمباراة. قيل ان محمد صبحي كان يعني برضه عنده اجهاد في العضلة الخلفية، لكن الراجل ادى التدريبات كاملة 100%، وكانت المفاضلة ان يكون عواد، لان عواد هو الانسب بعد محمد صبحي. انما واضح ان محمد صبحي جاهز تماما للمباراة. اتمنى في هذه المباراة الا يلعب حسام عبد المجيد، يعني نعتمد على الونش باذن الله ومحمد اسماعيل، دول يعني ركائز محترمه جدا نلعب بهم. واعتقد ان الجبهه الشمال، وده اللي هو عامل الشغل الشاغل لاحمد عبد الرؤوف، ان الجبهه الشمال هتمثل في احمد فتوح وبن طايق، وكانوا عاملين جبهه من نار. اعتقد ان الجبهه دي لن تتغير، يعني ده اعتقادي الراسخ في هذه المباراة. انما الراجل عنده فكر، احمد عبد الرؤوف عنده فكر، وان شاء الله نفاجأ بحاجات محترمة جدا من خلال هذه المباراة. نأمل ان ربنا بإذن الله يوفقنا. اهم حاجة فاضل التوفيق من عند الله، هو بإذن الله سبيل فوزنا ان شاء الله وبإذن الله. نروح لحل أزمة القيد رسميا. طبعا المبلغ ضعيف وضعيف جدا كمان، يعني الامور في المتناول. عشان كده هاني بيرزي ما ساعدش نادي الزمالك، ادى الزمالك قرض ما قيمته 15 مليون جنيه. طبعا الحكايه كلها حوالي 7 مليون لأزمة القيد، اللي انا مش عارف يعني، اقسم بالله حاجه غريبه جدا اما تبقى اموال بهذه التفاهه بالنسبه للنادي، مش بالنسبه لنا، توقف لنا القيد. لا، يبقى احنا في مليون علامه استفهام، مليون علامه غلط موجوده داخل مجلس اداره نادي الزمالك. اعتقد يعني ان الناس ديت ما لا بتحس بنادي الزمالك ولا يهمها امور نادي الزمالك. يعني تال لو هم جم ساعه فطار كده، روح يا ابني هات لنا بقى سندوتشين فول نفطر، اكيد هيبعتوا يجيبوا صاحب المطعم ويقول له جدول لنا حساب السندوتشات الفول. عالم تعبانه الى اقصى درجه، بالرغم من انهم رجال اعمال كبار، ولكن هيهات دول مستحيل يكونوا قلبهم على نادي الزمالك. ده ممكن يجدول اي حاجه، سندوتشين الفول يجدولهم اي حاجه، هات جدول يا عم الحاج. طيب ماشي نجدول، وبعدين انسى بقى، اللي يعرف ابوه يبقى يجي يكلمه. ده نظام حسين لبيب ونظام مجلس اداره نادي الزمالك اللي مودي الزمالك بسرعه الصاروخ الى الهاويه. ده كلام 100% صح، 100% صح. ده مجلس ما ينفعش يقود كشك سجاير زي ما قلت قبل كده، ما ينفعش والله. ده اللي احنا عايشين يعني. الحمد لله ان في واحد زي جون ادوارد، برغم انتقادنا الشديد له ان هي انما نار جون ادوارد ولا جنة هذا المجلس،
تخيلوا المجلس ده مسؤولية كاملة عن ألعاب الصالات. ماذا أنتم فاعلون بألعاب الصالات؟ كيف وصلتم بألعاب الصالات؟ أقسم بالله، أقسم بالله ما في أي لعبة لنادي الزمالك إلا وأشوفها من A to Z، من بدايتها لنهايتها، قاعد لأول مرة في حياتي أقفل التلفزيون. خلاص تعبت والله. إيه ده؟ تخيل يا محترم إن إحنا بنلاعب سموحة في الدور الأول بتاع السوبر عشان نروح نلعب في الإمارات مع الأهلي. طبعا الأهلي هيفوز فاز على سبورت، هنروح نلعب الأهلي هناك، بس نفوز على سموحة والأهلي يفوز على سبورت. تخيل نوصل ليه. احنا الكوماندوز، احنا ملوك الصلاة. حتى سموحة بتفوز على نادي الزمالك. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده والله؟ حاجة في منتهى العجب. تفوز على نادي 29-28 تسافر سموحة لتلتقي والأهلي في مباراة السوبر المصري لكرة اليد. شوفوا احنا وصلنا لإيه بقى؟ حاجة مقرفة. تعالى السلة، أنا مش عارف ده فريق كرة سلة بتاع نادي الزمالك؟ ده فريق سلة لنادي الزمالك؟ مفهومش لاعب واحد أقدر أقول إنه يبقى حاجة لا شوية عيال. هو ده بقى اللي انتوا التكوينات اللي انت بتعملها يا هشام يا نصر؟ فضيحة. ده اللي أنا بقول لك، قفلت التلفزيون وقمت. فرق 9 في آخر الشوط الرابع، واحنا بنبقى تحت السله ومش عارفين نحط الكره في قلب السله. ليه؟ العالم ميح في السله يا جماعه. انت ايه اللي بيحصل ده؟ سموحه بتفوز عليك. طبعا ده دوري مرتبط، هنخرج من المرتبط، لانك انت لازم تفوز عليهم بقى صغار وكبار. فاحنا اتغلبنا من الصغار فرق 15، ومن الكبار يعني انت هتيجي تلعبهم تاني. ما الصغار دول على طول بتوعنا دول بسم الله ما شاء الله، يعني دول داخلين للهزيمه. صغار الزمالك داخلين للهزيمه، لازم تفوز عليهم الاثنين. انما احنا حتى الكبار قطران. ده اللي وصلنا ليه. يعني بصراحه احنا بنخسر بطولات. يعني احنا كنا فارقين يا جماعه. حسين لبيب جاي يدمر نادي الزمالك، هو المجلس اللي معاه. الحاجه اللي انت فارق فيها خلاص دمرها. الواحد اعصابه تلفت. ده احنا نحمد ربنا ان كرة القدم مع واحد بعيد عنه، بس هما بيتدخلوا باسلوبهم، بوقف اموال ومفيش ميزانيه ومفيش. الراجل يشتغل منين؟ هو ده اللي حاصل. اما نوصل في الصلاه لهذه المرحله من الانهيار الكامل، انهيار كامل يا جماعه، والله العظيم حاجه فضيحه. حتما لازم يرحل هذا المجلس، حتما. بس مش هتكلم في الموال دي بقى كتير، لان احنا مقدمين على مباراه مهمه جدا جدا نعتمد فيها على انفسنا، مش على شويه الضلال اللي موجودين عندنا دول في النادي. احنا ده من عندنا احنا. تعال بقى نشوف اللي بره بيعمل فينا ايه. ما احنا بقينا ملطشه، لان لما يكون دولي بهذا السوء وهذه الوضاعه، تعال بقى الناس بره تعمل ايه. طبعا كلنا ندري ان جون ادوارد جاب 2 مدربين. محتاجين المدرب بتاع الاحمال، لان طبعا الاصابات والاحمال ديت حاجه مهمه جدا جدا. فجبنا كوستا روبيرو مدربا للاحمال. ده راجل برتغالي،
وطبعا ما كان الاخ احمد عبد الرؤوف اختار واحد من قطاع الناشئين اسمه ايمن الطويل، فالراجل جاب مدرب حراس مرمى عالي جدا، مدرب حراس عالي جدا جدا اسمه فيتور بيريرا. فيتور بيريرا ده درب يعني السي في بتاعه عالي جدا جدا، وكان اخر حاجه كان بيدرب في السعوديه، ودرب ياسين بونو وعلي بمستواه جامد جامد. فيعني راجل مهم، فجاب هذا الشخص. تعال بقى لهذا المدرب حراس المرمى فيتور بيريرا، وما تلقاه بقى والحملة الشعواء اللي نزلت عليه. ده الراجل ده كان بيدرب في الكيان القذر. طب واحنا مالنا يا عم الحاج؟ قعد 4 شهور هناك، لا وصمة عار. الزمالك نادي الوطنية ونادي الكرامة، ما ينفعش. ماشي يا حبيبي، اما انت وانت اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ ده انت عندك لسه هو لاعب اسمه دومينيك، لاعب سله في النادي الاهلي، كان بيلعب في نادي اسمه هابو عيل ايلات، ولعب في بروني كرياك اتا. ده مسموح لكم ولا يعني عادي يعني؟ وبعدين هذا الشخص، طب ما هو كان موجود في فاركو، ما حدش اتكلم عنه قبل كده. انما طبعا في الزمالك خلاص طلع الاسلحه سن السهام ده داخل نادي الزمالك. طب ده الاكتر من كده يا جماعه، ده راح الاراضي المقدسه واشتغل هناك في السعوديه، وعمل شغل كبير جدا في السعوديه. ما سمعناش كلامكم يعني. وفي ايه؟ وده مش عارف كيان، وده الكيان، وده مش الكيان. عادي جدا جدا. ده انتم اصل يعني اقول ايه؟ ما هو انتوا اساسا من اساس هذا الكيان القذر. للاسف الشديد انتوا من اساس هذا الكيان القذر. واسالوا على منشأكم هتعرفوا. ده في فترة المقاطعة عملتوا ايه؟ وانت عندك ليبتون، وعندك كوكاكولا، وعندك. طيب عم قلت لا ده ديت شغل يا جماعة، دي اعمال، ودي مش عارف ايه. هو في ايه يا جماعة؟ ما تحترموا نفسكم شوية. والراجل يعني يا دوب اشتغل هناك 4 سنين 4 شهور. اصله ده لبس مش عارف ايه ولبس الراجل بيجامله، ايه المشكلة يعني؟ والراجل شال كل هذه الصور من على الصفحه بتاعته. يبقى احنا ليه بقى عم عايزين نعمل فشكيله وفرتينه في نادي الزمالك ونفضح؟ ده فضيحه يا جماعه، الحاول فضيحه. اقسم بالله ما في مفضوح الا انتم، وفضايحكم عدت الكون. فضيحه ال3 نقط، فضيحه نادي القرن، فضايح بقى، فضايح الفوز بالبطولات اونطه في اونطه. فضايحكم عدت كل الحدود. مش هتيجي تتكلم على مدرب حراس مرمى؟ ايه التفاهه اللي انتوا فيها دي؟ ما علينا بقى، ما هي قذاره. واحنا ربنا يعني طبعا اي بلد مهما كانت نظيفه زي مصر هيبقى فيها بقعه سودة وقذره اسمها هذا النادي. هو ده اللي ملوث مصر، والله العظيم. ما علينا. اروح لشرط فريرا. طبعا فريرا يانيك فريرا طبعا له 8 شهور او حاجه زي كده، والراجل عايز فلوسه وقاعد زي ما قلت لكم. انما الراجل وافق على تخفيض هذا المبلغ بنسبه 40%، ولكن له شرط، وطبعا شرط معقول. الراجل قاعد في النادي وعارف الدنيا ماشيه ازاي، بنجدول بنقسط ما بندفعش. ده الطبيعي بتاع مجلس لبيب واعوان. وبعد كده بقى يا سيدي حلني بقى على ما يجي، يمكن يحصل في الامور امور. وبعد كده جاي استحقاق الميعاد. طب وهنعمل ايه؟ اللي يعرف ابوه يروح يقول له. ده اللي بيحصل. فالراجل قال لك قوم خفض 40%،
بس يكون هناك شرط جزائي، مش شرط جزائي، شرط انك انت تدفع لي الفلوس كاش، توتو على كبوته، يبقى الفلوس تندفع كاش وكل واحد يعرف طريقه. ده بالنسبة للمدير الفني. اعتقد انه مبلغ يعني زهيد جدا جدا. لو شفت اللي بيحصل مع هذا النادي والاموال اللي بيدفعها، ده كفايه 750 ولا 700 الف دولار بيندفع كل سنه لرضا سليم اللي بيلعب في نادي تاني واللي يلعب قدام الاهلي، وان شاء الله يكون سبب في خروج النادي الاهلي من بطوله الدوري، ابطال الدوري. واشرف داري في الطريق. فهي يا جماعه عيب عيب. ادوا الراجل فلوسه وخليه يتكل على الله. حفظ شكوى نادي الزمالك، وده طبعا الشكوى اللي الزمالك كان مقدمها في مجلة النادي الأهلي اللي منزلها الواد المنيسي، ومنزل بقى صورة لعيبة نادي الزمالك في الإمارات، عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي. وطبعا شيء مقزز وقبيح من نادي قبيح بيحاول إن هو يصطاد في الماء العكر. إنما طبعا الزمالك قدم شكوى للإعلام أو منظمة الإعلام أو هيئة الإعلام أو زي ما بيسموها بقى يسموها ضبط الإعلام وما إلى ذلك. وطبعا رئيسها طبعا وزير السابق اللي الأهلي، البلد كلها بتبقى فرحانة لما الأهلي بيفوز بالبطولة. ما علينا. المهم تم حفظ الشكوى. طبعا ده الاهلي يعني تكسب شكوى، تكسب قضيه ولا شكوى قدام النادي الاهلي. هي دي الوضع اللي احنا عشناه والوضع الزفت اللي احنا بنعيشه خلال هذه الفتره. عموما يعني دعوات من القلب، دعوات من القلب لنادي الزمالك. ان شاء الله الفوز غدا على نادي بيراميدز والصعود الى المباراه النهائيه باذن الله. وباذن الله يكون الاهلي قد خسر ايضا ان شاء الله، ويبقى يوم حلو وجميل، ونتقابل باذن الله بعد المباراه ان شاء الله ونحن في نشوة الانتصار. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة. أترككم في رعاية الله وعينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.